الفنانة هند عبد الحليم ممثلة مصرية مسلمة من مواليد 1993. ولدت في الإمارات العربية المتحدة، وهي ابنة الكابتن أحمد عبد الحليم لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق. وهي متزوجة حديثا من كريم أنديل. شاركت في عروض نقابة المهن التمثيلية بالتعاون مع شبكة تلفزيون النهار، وحصلت على جائزة المهرجان القومي للمسرح كأحسن ممثلة عن دورها في مسرحية هنا أنتيجون في عام 2015. بتمتلك هند عبد الحليم موهبة الغناء، وقدمت في مطلع عام 2017 عرض مسرحي من أروع العروض المسرحية. كشفت الممثلة الشابة هند عبد الحليم عن هوايتها في لعب كرة القدم بسبب والدها لاعب كرة القدم المعتزل. كما حلت هند ضيفة على برنامج صاحبة السعادة واللي بتقدمه الفنانة إسعاد يونس، وكشفت بأنها كانت بتهوى لعب كرة القدم، وأن والدها هو من جعلها تحب هذه اللعبة، ولكن لأن كرة القدم النسائية في مصر ليست بأفضل حال وليس لها حظ قررت الابتعاد عنها. وأضافت هند عبد الحليم أنه لديها موهبة أخرى لا يعلم الكثيرون عنها، فهي تجيد الغناء وتأليف الأغاني، وذلك منذ أن كان عمرها 15 سنة. وقدمت أغنية منهم، وأكدت أنها تعلمت الغناء لتنمي موهبتها وأن وراء احترافها للفن، حتى وصلت لتقديم دورها في مسلسل فوق مستوى الشبهات. بدأت الفنانة هند عبد الحليم مشوارها الفني على خشبة المسرح منذ عام 2015 بمسرحية هنا أنتيجون، وقدمت في رمضان 2016 4 مسلسلات دفعة واحدة، وهم فوق مستوى الشبهات مع يسرى وأحمد حاتم ونجلاء بدر وإخراج هاني خليفة، وبنات سوبرمان مع ريهام حجاج وشيري عادل ويسرى اللوزي إخراج حسام علي، ورأس الغول مع محمود عبد العزيز ومرفت أمين وفاروق الفيشاوي وإخراج أحمد سمير فرج، والميزان مع غادة عادل وأحمد فهمي وباسل الخياط وإخراج أحمد خالد موسى. كما شاركت في تقديم حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح في دورته التاسعة على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية. تخرجت من معهد الفنون المسرحية، وشاركت في عروض المهن التمثيلية بالتعاون مع شبكة تلفزيون النهار، وحصلت على جائزة المهرجان القومي للمسرح كأحسن ممثلة عن دورها في مسرحية هنا أنتيجون. وقدمت عرض مسرحي عام 2017 من أروع العروض بعنوان يوم أن قتلوا الغناء، تأليف محمود جمال وإخراج تامر كرم. وأثبتت في هذا العرض موهبتها في الغناء، كما أن أبرز عرض لها في الدراما التلفزيونية كان في مسلسل الكابوس عام 2015. اجتمعت هند عبد الحليم وزوجها كريم أنديل في أحد البرامج الحوارية، ووجهت لهما بعض الأسئلة على النحو التالي: مين فيكم بيغير على التاني أكتر؟ ورد الزوج قائلا: هند بتغير عليا أكتر، وأنا بغير عليها أكتر طبعا. كما سألها المحاور قائلا: متى كان آخر شجار بينكما؟ ورد كريم أنديل: من كام يوم، غالبا على فستان. وأنا قلت الهند الفساتين دي كتير. أما هند عبد الحليم فردت: هو شاف حاجات كتير من لبسي وقال ده كتير عشان الشنطة. كما أكدت الفنانة هند عبد الحليم أن اليوم الخامس لمهرجان الجونة هو أول أيام مشاركتها في المهرجان، لافتة إلى أن إدارة المهرجان وجهت لها الدعوة لحضور فاعليات ختام المهرجان، موضحة أنها أنهت أجازتها في رأس سدر بعد احتفالهم بالزواج هي وكريم أنديل. وقالت إنها ستحضر العرض الخاص لأحد أفلام شارلي شابلن. تحدثت الفنانة هند عبد الحليم في حوار إذاعي عن دورها في مسلسل 30 يوم واللي عرض في شهر رمضان عام 2020، وقالت: الممثل الجيد يجب أن يظهر دائما بأدوار مختلفة وجديدة، لازم الممثل يغير جلده ويلعب على شكل وطريقة وكلام الشخصية. وأشارت إلى أن ردود الأفعال عن دورها في مسلسل 30 يوم مع آسر ياسين وباسل الخياط اختلفت كثيرا عن ردود الأفعال عن دورها في مسلسل فوق مستوى الشبهات مع الفنانة يسرى، قائلة: السنة اللي فاتت كنت مكروهة جدا بسبب دوري في مسلسل يسرى، لكن السنة دي الناس اتعاطفت معايا لأن في ناس مقتنعين إن الشخصيات في المسلسلات حقيقية، أو ده بيكون إحساسهم. وعن مسلسل الأب الروحي أضافت هند قائلة: عرضت أكتر من شخصية
وعرضت علي أكتر من شخصية في الأب الروحي، لكنني لم أوفق فيهم، إلا أن دور ريهام الذهبي أرسل إلي في نهاية المطاف على الإيميل الشخصي، وقرأته وأعجبني الدور ووافقت نظرا لقوته. كمان أنا أعتز بيه جدا لأنه من الحاجات الحلوة اللي عملتها في حياتي. ونوات هند عبد الحليم عن دورها في مسلسل طاقة نور مع الفنان هاني سلامة، ووضحت: شخصيتي في المسلسل المخرج كان عايزها كده، كان محتاج شخصية تقدر تتحول 360 درجة من مرحلة الفرح إلى مرحلة انقلاب وانتقام. وتحدثت هند عن المسرح، مشيرة إلى أن بدايتها المسرحية كانت هي السبب في انطلاقها في عالم الدراما التلفزيونية، وقالت: بحب المسرح لأنه أبو الفنون وله فضل كبير جدا عليا، وهو اللي طلعت منه، وكمان ما فيش حاجة سهلة فيه سواء تمثيل أو غناء، وأنا بدي كل حاجة حقها سواء في الغناء أو في التمثيل. وأوضحت في وقتها إنها بتعكف على تصوير الجزء الثاني من مسلسل الأب الروحي اللي عرض، بالإضافة إلى مسلسل الشارع اللي ورانا، متمنية العمل في أحد الأعمال السينمائية المقبلة. وعن دورها المفضل أجابت: نفسي أخرج من دور بنت الناس، عايز أعمل حاجة شعبي مختلفة، لأن الممثل بيقدر يعمل أي حاجة، ونفسي أشتغل مع المخرجين شادي الفخراني ومروان حامد وشريف عرفة. من المسلسلات اللي شاركت فيها هند عبد الحليم مسلسل الأب الروحي، واختيار إجباري، وبنات سوبرمان، ورأس الغول، وفوق مستوى الشبهات، والميزان، وطاقة نور، و30 يوم، وعوالم خفية. وكذلك شاركت بدور في للحب فرصة أخيرة، وفي المسرحيات شاركت في يوم أن قتلوا الغناء، وشاركت كذلك في فيلم تفاحة حمراء. علقت هند عبد الحليم عن انفصالها عن كريم قنديل بعد الزواج 3 سنوات، حيث تم الانفصال في أول يناير الماضي. وتحدثت هند عن عملية إزالة الحسنة اللي كانت متواجدة في وجهها. قالت هند عبد الحليم في تصريحات تلفزيونية على هامش حضورها لأحد الأحداث الخاصة بالموضة إن طلاقها هو اسم ونصيب، وعلقت: ما عنديش تعليق غير إن كل شيء اسم ونصيب، وكل واحد بيبقى له أسباب وظروف مختلفة، وفي الأول والآخر أنا بشوف إن ده نصيب، والحياة تجارب. هناك أشخاص بينجحوا في الزواج، وهناك أشخاص بيفشلوا. وعن موضوع العملية اللي أزالت فيها الحسنة اللي كانت متواجدة في وجهها، قالت هند عبد الحليم: شلت الحسنة عشان أنا زهقت، ببص في المراية وواضح إن الحسنة بتاخد العين قوي، حبيت يكون في تغيير، في ناس عجبها الموضوع وفي ناس لأ، دي كلها آراء. وعن آخر أعمالها كان مسلسل أزمة منتصف العمر من 15 حلقة، وتم عرضه العام الماضي، من بطولة كريم فهمي وريهام عبد الغفور ورنا رئيس وعمر السعيد ورشد الشامي وركين سعيد وهند عبد الحليم وهاجر عفيفي وآية سليم وسلوى محمد علي وبوسي الشامي وشروق إبراهيم، تأليف أحمد عادل وإخراج كريم العادل. وكانت هند عبد الحليم حلت ضيفة على برنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا، وتحدثت عن شعورها بالاستياء الشديد بعد مطاردتها بالعديد من الشائعات منذ بدايتها الفنية، وحرصت على تجاهل البعض منها، ولكن هناك بعض منها أزعجها بشدة، خاصة اللي جاءت بشأن دخولها عالم التمثيل عن طريق الواسطة. وأشارت هند عبد الحليم إلى أنها سمعت العديد من الشائعات في بداية مشوارها الفني، واللي كان من بينها تسببها في تعطل أو تغيير مواعيد التصوير داخل اللوكيشن، وكذلك المطالبة بالتحقيق معها، موضحة: كان في مشكلة حصلت في المسلسل قبل كده، كانت مشكلة إن في مشكلة في تظبيط مواعيد المسلسل، وقالوا إن هند عبد الحليم هتتحول للتحقيق، وإني ببوظ الأوردرات، وقبل كده طلع عليا إشاعة إني بتاعت مشاكل. وأخيرا نتمنى للفنانة هند المزيد من التألق الفني.